هاد الفيديو بالذات اللي لازم تسجليه عندك، وما تنسيش ديري ابوني في الصفحه وديري الهجام، على خاطرش هاد الوصفه تاع اليوم تحتاجيها هذا رمضان، كو سوا تكوني خدامه ولا قاعده في الدار. ما تنسيش بلي الاختبارات ان شاء الله غادي يكونوا في رمضان، الوغ تحقي باش تكوني مخبيه حاجه في الكونجيلاتور وتخدمي بها. غادي نديروا هاد لي فون دو طاغ تاع لي كيش صالي. عندك كيله تاع دهان ولا مارغرين مع نص كيله زيت ونص كيله تاع الماء ورشه تاع الملح. غادي بالباتور ولا بالاشواغ ولا بالميكسور كلشي نميكسيه مع بعضه حتى يولي لي الخليط تاعي كريمي كيما هذا. من بعد نبقى نضيف الفرينه تاعي بالتدريج. هنا الفرينه ما عنديش مكيال معين، ندير شويه تاع الفرينه مع نص مغرف صغيره تاع الفرفاره اللي هي خميره الحلوى، ونبدا نجمع فيها بلا ما نعجنها، نجمعها غير بصباع تاع يديا هكا حتى نتحصلوا العجينه تكون طريه. كيما قلت لك في الاول غادي توجديهم ديريهم في الكونجيلاتور ولا غير في الفريجيدير تحت، تلقيهم شابين وجدد، تقولي خدمتيهم في هذاك النهار. ومن بعد ما عليك غير تعمريهم بواش ما راكي باغيه، حشو بارد ولا حشو اللي تزيدي تدخلي في الفور غير باش ينشف لك هذاك البيض تاعه. لميت العجينه تاعي وتحصلت على هذه، نخدم بها مباشره، ما تحتاج لا تريح ولا نخلوها في الفريجيدير. جبت القوالب تاعي، انا غادي نخدم بهاد المدورين ولا باخكات الطوال هادو اللي بزاف دوموندي، ونجيب كميه من العجينه ونحطها في لي مول تاعي. المول تاعك الا كنتي ديجا خدمتي بهم من قبل شحال من خطره غادي تخدمي بها ديريكت، خاطرش العجينه راها معمره بالدهان. وإلا كنتي اول مره شريتيهم كيما انا هادو درت لهم شويه تاع دهان دايب ومسحته غير باش نيفيتيهم ما يتلاصقوليش. عمرت العجينه تاعي هكا، قلعت الاطراف هذوك ولا الزوائد ونتقب بالفرشيطه. هنا العجينه تاعك خليها شويه غليظه باش ما يتهرسولكش وما يجوكش يابسين. ثقبتها هكا ودرت الشكل الثاني بنفس الطريقه. نحل العجينه تاعي ونطلعها في الاطراف، نقلع هذوك الزوائد اللي راهم من الفوق ونعاود نثقبها بالفرشيطه، ولازم تقبيها باش الشكل تاعه بعد الطياب يقعد هو. بعد اللي غادي نكمل نستفهم في البلا تاعي اللي يدخل الفرن، ونكون حميت الفرن تاعي على درجه 170 درجه، ونديرهم في الوسط نشعل عليهم من التحت. كي نشوفهم شويه حماروا على خاطرش نخلوهم بويدين، نحاولوا ما نطيبوهمش كاع حتى يبسوا، خاطرش غادي نعاودوا كي نعمروهم بهذيك لاباري تاع لي كيش غادي نعاودوا ندخلوهم ديك 5 دقائق ولا في الفرن. وراني تحصلت على هاد الكميه. عمريهم في لي بواط تاعك وديري على حساب كل نهار شحال تحتاجي، ودخليهم الكونجيلاتور ولا تنجمي كيما قلت لك غير في الفريجيدير. وإلا بغيتي تخدميهم كمشروع اخدميهم كمشروع، وثمن البيع يكون على حساب السلعه اللي شريتيها، وانتيا تعرفي كل وحده تعرف شحال خسرت وشحال لازم عليها تبيعهم. حبيبتي ديروا لنا جيم للفيديو وابوني عندنا في الصفحه، وروحي الانستغرام اللي راه مكتوب قدامك في الشاشه، غادي تلقي بزاف تاع لي ستوري اللي تحتاجيهم. وكما قلت لك لا بغيتي تعتمديها كمشروع راه قدامك هكا، تقدري تخدمي دي باك كيما راني دايره انا، ولا كل موديل وحده. المهم لي باكات الكبار 20 دينار الوحده، هاد لي ميني كيش هادو شويه صغار 15 دينار يعني 15 دينار، ولي كورني هادو بالعجينه المورقه تاني 15 دينار، وهاد لي كيش لي شويه كبار مدورين تاني 20 دينار باسكو هادو كبار والاخرين صغار. الكبار 2000 والصغار 15 دينار. حبيبتي ديروا لنا جيم وابوني. سلام.